لا توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله، الواحد الواحد، ونصلي على حبيبكم الهادي. تعالوا نعمل شوربة من الآخر، تدفي وتغذي وتنشط، وحاجة بصوا طعمها يا جدعان طعمة السنين، وبسيطة جدا جدا، وتقدري تستبدلي أي مكونات أنا حطاها بأي مكونات عندك متاحة، أو تلغيها خالص المكونات اللي مش موجودة عندك، وهتلاقيها طعم أوي جميل أوي. يلا بينا نشوف الشوربة بتاعتنا النهاردة واثقة لما تجربوا الوصفة هتشتركوا في القناة، وهتعملوا إعجابات على القناة، وهتعملوا تعليقات على القناة. ويلا معايا تعالوا اتفضلوا على القناة. بسم الله. أنا عندي أول حاجة معلقتين زيت زيتون وعليهم معلقتين زبدة كبار، هيسخنوا كويس. نزلت عليهم ببصلة متقطعة كريهات، يعني مربعات صغيرة، وده يكون تقطيع الشوربة بتاعتنا كلها تقطيع صغير، ومش هنضربها، فعشان كده مقطعينها كلها متناسقة تقريبا حجم واحد، فيما عدا البصل أصغر شوية. هشوح البصل الأول كويس لوحده. أول ما لوحت البصلة نزلت عليها بقطع الدجاج. الفراخ أنا مقطعها برضو كريهات، لكن طبعا أكبر شوية من بقية الخضار والكلام ده، علشان على ما تستوي كده تفضل باينة معايا في الشوربة متضيعش. هقلبها هي كمان مع البصلة كويس، تتشوح كويس جدا واخد لها صدمة كويسة. وبعد كده هنزل بأول حاجة معايا في الخضار كالعادة الجزر. احنا عارفين ان الجزر أقسى حاجة، فدايما هو بنزله أول حاجة في أي شغل هشتغله. فهنزل الجزر الأول، بعد كده هنزل الكوسة، والكوسة مقطعها، وكل الخضار اللي معايا مقطعاه كله كريهات صغيرة في نفس الحجم. هنزل الكوسة اللي معايا واشوحها هي كمان تشويحة كويسة مع بقية الخضار. زي ما قايل لكم يا جماعة، كل عنصر بتستخدميه في شغل لازم تديله حقه في التسوية. عملت مع طبق الشوربة وطبق السلطة ان هم صنف اساسي على السفرة، هتهتمي بكل خطواتهم. بعد كده هنزل بالبطاطس، هشوحها هي كمان مع الخضار بتاعي. وبعد كده الفلفل الالوان اللي معايا والمشروم، نزلت بالاتنين مع بعض وهقلبهم كمان تقليبة كويسة مع الخضار. بعد كده عندي البصل الاخضر، هنزل كمان بالبصل الاخضر اللي معايا وهشوحه. طبعا الوصفة اللي معايا مفيش فيها مقادير معينة، المكونات المتاحة عندك في بيتك تقدري تستخدميها. يعني لو عندك هنا بروكلي دلوقتي تقدري تستخدميه في الشوربة ديت. اي نوع خضار متاح عندك، فاصوليا خضراء مثلا، تقدري تستخدمي اي نوع خضار متاح عندك، وتستبدلي اي نوع انت مش حباه موجود في الوصفة. دلوقتي المعلقة السحرية اللي انتوا عارفينها، معلقة السكر مع الخضار غير طبيعية، ومع شوربة الخضار بالتحديد. ضفت الفاصوليا الخضراء دلوقتي، وطبعا الفاصوليا عشان هي مفرزة فسبتها اخر حاجة، لانها تعتبر كمان واخدة نص سوا قبل ما تتفرز. فهي كده خلاص تمام. بس لو تلاحظوا لونها اخضر ازاي، لان انا هي معلقة السكر اللي حافظت لي على لونها كده وانا هفرزها. الخضروات اللي معايا توم وبصل بودر، ومعايا كمون وكزبرة وبابريكا فلفل اسود، ورقتين لورا، ومرقة دجاج. كل ده هضيفه، وطبعا في الاخر هشتغل ورقتين اللورا قبل ما نقدم الشوربة بتاعتنا، وهشوح البهارات بتاعتي مع الخضار تشويحة كمان كويسة. ممكن طبعا على فكرة البسلة ممتازة جدا مع الشوربة اللي معانا النهاردة، لو حبيت تضيفي بسلة هتكون اختيار موفق يعني. بعد كده حبتين طماطم مقشراها ومقطعاها كريهات صغيرة زي ما انتم شايفين، هي كمان هتتقلب مع الخضار بتاعي كويس جدا. طبعا الخضار بتاعي تقريبا كده يعني كله دخل في السوا خلاص. عايز حاجة بسيطة جدا. حتى الفراخ كمان هضيف دلوقتي كمية مية كويسة تغطي الشوربة، وما تقلقيش ان هي تكون خفيفة، لان انت حاطة بطاطس، فالبطاطس من المواد النشوية المهمة جدا اللي بتشرب اي سوائل. فهحط كمية مية او شوربة لو عندك شوربة. بس انا كده الشوربة بتاعتي جاهزة، هي بتاع 5 دقايق بالكتير وهتلاقيها كلها مستوية ما شاء الله. التست بتاع الشوربة هيكون اعلى كتير لو انت استخدمتي بدل المية ديت بيون فراخ مثلا لشوربة فراخ يعني. الشوربة في الشكل في التقديم شوربة خضار، لكن الطعم طعم بره الخيال، طعم خطير جدا جدا يا جماعة. جربوا الشوربة وتقولوا رأيكم فيها. أنا واثقة انها لما تعجبكم هكون السبب ان شاء الله في وجودكم معايا في القناة باستمرار، واشتراككم وتعليقكم واعجابكم على الفيديوهات اذا كنت استحق وجودكم مشرف معايا. السلام عليكم.